شفنا في الجزء اللي فات لما أبطالنا أنقذوا الكرويين من وحوش الزومبي، فجهز لي مشروبك اللذيذ وهيا نستمتع بالجزء الجديد. بنشوف أبطالنا بعد ما انطلقوا في رحلتهم، وبعد ما بيوصلوا المدينة بيقابلوا حارس وما بيرضاش يدخلهم، ولكن هيبك بيطلع رسالة من معاه فبيعدهم الحارس. وفي مكان آخر بنلاقي صاحبتنا إيميلي ماشية في غابة ومش شايفة أي حاجة، ولكن بتلمح مرة واحدة وقلادة واقعة على الأرض، ودي نفس القلادة اللي هي اديتها لإيفا. فبدل هي هنا يبقى هي في خطر، بتبدأ تفعل الرابط اللي ما بينها وما بين إيفا، وبتبدأ تنطلق لمة الاتجاه اللي هي فيها. وعند إيفا بقى بنلاقي إن هي قاعدة تراود وحش من وحوشها، وشكلها ناوي على حاجة تانية، وبتحس إن في حد بيقرب منها، فبتعمل نفسها إن هي بتتهاجم من وحش، لأن بتعرف إن إيميلي هي اللي وصلت، وبتبدأ إن هي تفعل جدار على الوحش عشان ما يوصلش لإيفا. ما تعرفش إن هي ديت هي سبب المشاكل كلها، ولكن بتتفاجئ غير العادة الضحكات بتطلع من واحدة مفكراها صديقتها قاعدة تضحك بكل تكبر ومش فارقة معاها إيميلي. بتقول لها لحد إمتى هتفكريني صديقتك؟ بص يا بنتي، أنا مش صديقتك ولا بتنجان، أنا استغليتك عشان أعرف منك بس مكان حاجة أنا كنت عايز أعرفها، وبعد كده هرميكي زي أي حد بستغله. البنت ما بتتملكش نفسها وبتقع من كتر الصدمة اللي هي مصدقها. بتبص لها وبتقول لها ليه بتعملي معايا كده على مني ما يزيدكيش، واعتبرتك أول صديقة ليا في العالم ده. بتقول لها وانا صاحب واحدة عندها 56 سنة هعمل بها ايه؟ الكلمات دي بتنزل عليها بتجرحها، وما بترضاش ان هي تيجي على كرامة نفسها، وبتفعل اقوى هجمة ليها عشان تنهي على ايفا بسبب ان هي خانتها وطعنتها في قلبها بعد ما فكرت ان هي صديقتها. والهجمة دي بتكون وصلت لايفا، ولكن دي بتبتسم لها وبتفعل المراية السحرية. الهجمة بتترد عليها تاني، وبتكون دي اخر لحظة لايميلي ان هي تفتح عينيها. بتبص لها ايفا بشوفها وبتسيبها وتمشي. بنروح بقى لابطالنا وبنلاقيهم ان هم قاعدين يتكلموا وبيقولوا عشان نبداوا في الدماس فاحنا لازم نعملوا خطه للدماس عشان النقابه تقبل بينا. على طول بتتدخل نانا وبتقول لهم سيبوا الطلعه دي عليا، انا اللي هعمل الخطه وانا اللي هركب كل حاجه في مكانها. بتبدا نانا تشتغل كانها مدرسه وعندها خبره كبيره. وبعد ما بيخلصوا عادتهم اللذيذه انطلقوا للنقابه، وهناك بيقابلوا المشرفه بتاعه المكان وبتقول لهم عشان توصلوا للدماس فلازم خطه محكمه. بيطلعوا لها الخطه اللي عملتها نانا، بتفضل تقرا فيها كده وهي مصدومه لان الخطه ديت كأن واحد خبير هو اللي عاملها. بتسمح لهم بالعبور، وابطالنا بينتقلوا للدماس بيلاقوا ان المكان هادي، وده شيء غير المعتاد. شنكار بيقول للهيبك انا عايزك تركز معايا عشان اللي جاي بعد كده ما هيبقى حكايه. وهم ماشيين بيقابلوا شويه وحوش صغيرين من السلايب بيبداوا يهاجموا عليهم، وبطلنا بيحس ان هجماته ما عادتش بنفس الدقه لما كان بره الدماس، لان التصويب بدل ما كان 100 بقى 60. وبنعرف ان سبب الحاجه ديت هو الاله اللي مديله النظام ومديله القوه دي كلها. فالاشاره بقت ما بينه وما بينه ما عادتش زي الاول، وبسبب كده هي طاقته قلت. وهما ماشيين بيتصدموا بجدار قدامهم، ولكن ده مش جدار عادي، ده جدار سحري. بطلنا بيقيمه، وشنكار بيبدا يجهز هجمه وبينطلق عليه، ولكن دي ما بتاثرش في الجدار. شنكار بيقول لهم ده عايزه هجمه بعيده المدى، يلا يا نانا استخدمي سحرك ودمر الجدار ده. بتعمل كده وفعلا بتنجح في تكسير الجدار. واول ما بيعدوا لسه هياخدوا نفسهم، ولكن بيلاقوا وحوش بتهجم عليهم. بطلنا شنكار بيبدا ان هو يهجم على الوحوش ديت ومش بيستنى، وبطلنا كان هيتصابوا ولكن شنكار بيلحقوا في اخر لحظه. بيفضلوا يهاجموا لحد ما بيخلصوا على كامل الوحوش. وصديقنا بقى بيكون قاعد زعلان لانه حاسس ان هو عيب على الفريق، ولكن هم بيقربوا منه وبيقولوا له انت ولا عيب ولا حاجه، انت واحد مننا، يعني لو انت ضعيف يا عم احنا هندربك ونخليك اقوى، ويلا احنا مش فريق انما احنا عيله واحده هنمشي مع بعض في كل الصعوبات وفي كل الطرق. وهو بيفرح بسبب الكلام المشجع والمحفز اللي هم قالوه له، وبسبب كده بيرفع معنوياته. وبيكون هنا يا اخواتي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا. انا عارف ان الحلقه شويه ولكن اوعدك بحلقه تانية احسن منها باذن الله في وقت قريب، ويلا سلام.